واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه المؤقت عماد النحاس الذي تولى المسؤولية عقب توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر. نجح الأهلي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، حيث فاز على المصري ب4 أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس. سجل رباعية الأهلي إمام عاشور هدفين في الدقيقة 35 والدقيقة 79، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضيع من الشوط الأول، وأسامة أبو علي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة ويحتل قمة الدوري مؤقتا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سيواجه البنك الأهلي غدا في الجولة، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35. وسجل ثنائية المصري صلاح محسن في الدقيقة السادسة من الشوط الأول وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81 من الشوط الثاني. بدأ المصري الشوط الأول بضغط كبير وتصدى القائم لكرة خطيرة من صلاح محسن لينقذ مرمى محمد الشناوي من هدف مؤكد، ولم يهدأ أداء المصري بعد هذه الهجمة ووصل الضغط، وأسفر ضغط المصري عن هدف سجله صلاح محسن في الدقيقة السادسة من جملة ملعوبة بشكل جيد وسط تراجع من دفاع الأهلي وحارس مرمى محمد الشناوي. واستمر هجوم المصري وسط حالة دفاعية كبيرة من النادي الأهلي، وتعرض رامي ربيعة لإصابة وغادر أرض الملعب وشارك بدلا منه مصطفى العيش الذي قدم مباراة رائعة وأداء دفاعي كبير وأداء هجومي متوازن وسط دفاع سيء من خط دفاع النادي الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني، وبالأخص ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مباراة سيئة لهم حالات المباراة الجدلية. ليواصل الأهلي الضغط على النادي المصري ويسجل الهدف الثاني، ولكن يقوم الحكم أحمد القندور بإلغاء الهدف، ومعظم خبراء التحكيم يجتمعون أن الهدف صحيح بنسبة 100%، ويتغاضى الحكم عن طرد جينو أوبوكا الذي تعمد إيذاء مروان عطية. وعند الدقيقة 80 يتراجع الأداء الهجومي للنادي الأهلي ليسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثاني للنادي المصري في الدقيقة 81 من رأسية فشل محمد الشناوي في التعامل معها بشكل جيد قبل أن ينجح الشناوي في التصدي لكرة قوية من كريم بامبو في الدقيقة 86. وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين وإن كانت الخطورة الأكبر للمصري، ونال إمام عاشور بطاقة صفراء لادعاء السقوط، وبعدها أنهى حكم المباراة بفوز الأهلي 4-2. وكان الأسوأ في المباراة هو خط دفاع النادي الأهلي. قل رأيك في خط دفاع النادي الأهلي وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.